اقلبها كويس، وبعدين هحط عليها الفراخ او الوراك، اقلبها كويس وبسيبها. يعني بعد ما تتقلب كويس كده ممكن اسيبها بالكتير ساعة، ان شاء الله نص ساعة، برضو طعمها هيبقى حلو. انا هنا برضو لما باجي احشيها او اركبها في الخلة، خلي البصل والطماطم هما دايما اللي يبقوا جنب الفراخ. يعني حطي بقية الخضار زي ما انت عايزة، وبعدين دايما جنب الفراخ يبقى جزء ناحية طماطم وناحية بصل. ليه؟ علشان دول هيخلوه طري، هيخلوا الفراخ طرية، والبصل ما يبقاش ناشف كده، يبقى طعمه حلو قوي لما نيجي ناكله، لانه هيبقى استوى كويس جنب الفراخ. وبعد كده بوزع الفلفل الباقي. انا هنا عملت الكمية كلها، وبعدين انا هوزعها، يعني ما تنفعش تبقى فوق بعضها لانها هتدخل الفرن.